بعد الاحتفال الفظيع اللي احنا شفناه وبعد التجهيز اللي دام اكتر من 5 سنين لمباراة كاس العالم الافتتاحية، قطر تدي اداء سيء جدا في المباراة. كلام في الكورة مع احمد نصر. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب للقناة. يلا بينا نتكلم في المباراة. في بداية المباراة كل من هو الطموحات وكل من هو السقف العالي، وانك المفروض يعني على مر التاريخ كده مفيش اي بلد استضافت كاس العالم وخسرت اول مباراه. كمان ان انت وانت في الذهن كده وانت بتتفرج على الماتش تقول ايه، قصدي تتفرج على الافتتاحيه تقول والله قطر عامله شغل كويس جدا، والله قطر شكلها مش جايه تهزر في كاس العالم. بس الواضح ان دي هتكون اول مره في التاريخ بلد تستضيف كاس العالم وتكون حصلت المجموعه. ما اعتقدش ان قطر بالمستوى اللي احنا شفناه ده تقدر تاخد نقطه واحده من اي منتخب من اللي هيقابلها. المفروض ان الاكوادور دي قطر لعبت معاها ماتش ودي قبل كده، قطر قدرت تكسب، ولكن شكل الودي غير الرسمي. يعني الشكل بتاع الودي غير الشكل بتاع الرسمي اطلاقا. ف اول والم كان قاسي لان تقريبا قطر ما لعبتش كوره غالبا، يعني غالبا ما لعبتش كوره، لعبت اي حاجه تانية. الفرقه اللي بتدافع كويس مش بيجي عليها يعني تسديدات كتير، بتقفل من بره، بتخلي الشغل كله كورنرات، تسديدات من بعيد كده. لكن لا، هو تقريبا الاكوادور اكتشفت انها تقدر تكسب المباراة دي باقل مجهود وباقل خسائر، على الرغم من ان كابتن الفريق خرج مصاب. لان برضو لا انت شفت مباراة سيئة فنيا، اللعيبه نفسها مطفيه، مفيش الا هو الجمهور بتاع قطر هو اللي كان شغال بصوره غير عاديه. وبعدين انا عندي تعقيب صغير جدا على يعني منتخب قطر. حضرتك من المنتخبات اللي بتجنس، وحضرتك من المنتخبات اللي تقدر تكون فريق، يعني انت ممكن تعمل سوق انتقالات اصلا. بعد الفترة الكبيرة دي والتجهيز الكبير قوي ده، ويعني معاك لعيبة من وهي شباب لحد بتجهزها لحد بتلعب في كاس العالم، ده اداء منتخب كان حتى بيتمرن، مش اللي هو يا راجل دي تقسيمة كورة. تحس ان اللعيبة اتفاجئت وكأن لا احنا مش هنلاعب الاكوادور، او يمكن اتفاجئت بمستوى الاكوادور. يعني وانت بتشوف الاكوادور وهي بتلعب، بقت بتلعب خلاص على الواقف كده وبتمشي نفسها كده، ان خلاص الماتش خلاص الشوط الثاني. انت الشوط الثاني حسيت ان منتخب قطر ايه ده كان ممكن يلعب كويس، شوطه هجمه بتحسسك ان هو موجود في الدنيا. يعني انت حتى المعلق بتاع المباراه يقول لك يعني هو تقريبا الحارس بتاع الاكوادور ظهر مره مرتين 3. وبعدين خلي بالك الاكوادور دي يعني مش برازيل مش ارجنتين مش اوروجواي، يعني هي مش منتخب من التوب ليفل اللي هي مليانه لعيبه قويه، ولكن اي فرق امريكا الشماليه او حتى الجنوبيه كل الفرق دي بتحب الكوره، يعني بتحب الكوره. سوري، امريكا الجنوبيه بتعشق الكوره، يعني هي كده هي حياتها كلها كوره. ف برضو منتخب كوير، ولكن برضو ما كناش متوقعين خالص ان انت يعني انا كان في ذهني التحضير لمنتخب يعني قطر لكاس العالم كان هو ان انت هتقابل، بما انك انت اللي اخترت الاكوادور اللي تتقابلها في اول مباراه عشان انت البلد المضيف، فانت اخترت الاكوادور. بما انك انت اخترت الاكوادور معنى كده ان انت نازل الماتش ده لو مش هتكسب تتعادل، تقابل السنغال تكسب، تحاول تخرج باقل خسائر من هولندا، وكده يبقى انت مشيتها صح وقدرت ان انت تخرج من دور المجموعات بشكل كويس. حتى لو انت ما صعدتش، انت خرجت بشكل كويس، اتعادلت ماتش، كسبت ماتش، خسرت ماتش، شكلك كان كويس وخدت 3 نقط والمشاركه الاولى وبتاع، وكانت هتبقى لذيذه جدا. تنظيم الهايل قوي ده ما كانش بنفس المتعة ولا الرؤية ولا التطور التكنولوجي الموجود. يعني مش عارف اقول ان هو يعني لا بجد صعب تلاقي دولة عربية عندها كمية الامكانيات الجبارة اللي احنا شفناها في قطر دي. فكان ده المفروض ان يترجم في الملعب، يعني ده كان المفروض ان هو يتنقل
في الملعب، لان انت ده الطبيعي. انت من بعد ما شفت الحاجات الجامده قوي دي والتجهيزات القويه قوي دي، كنا نفسنا قوي نشوفها في الملعب ونقول ان قطر تقدر. لان مش قطر ما بتلعبش بقطريين ب 90%، ده غالبا 70% او يمكن التشكيله كلها اصلا متجنسه. فانت كنت تقدر تعمل احسن من كده. ليه يعني ليه سقف توقعاتك او سقف طموحاتك ما وصلش في حته بعيده؟ ليه وقفت عند نقطه معينه؟ الشكل من بره بفرقه كويسه بتجهزها بقالها اكتر من 5-6 سنين بتجهزها عشان خاطر تلعب في كاس العالم. مدرب مع الفرقه بقاله اكتر من 5-6 سنين بيجهزها بس عشان خاطر كاس العالم. كمان جمهور بيدعمك، وطن عربي تما كان مبسوط قوي بالاداء اللي انت بتقدمه، ومبسوط قوي بالفكره عموما الخارجيه، مش الملعب والفنيات الخارجيه. ومبسوطين ان كان نفسنا منتخب عربي زي قطر يمتلك فرصه انه يبقى احسن. يعني انا شايف ان المجموعه بتاعته والله العظيم، يعني لو مصر مكانها بالمستوى اللي احنا شفناه قدام بلجيكا ده، لا مصر يعني لو مش هتكسب الاكوادور تتعادل معاها، وتقدر تكسب السنغال، وهولندا تعرف تعمل معاها ماتش كويس. فانا شايف ان بصراحه قطر ضيعت او عملت تاريخ سيء هيتذكر لها في كاس العالم، وهو ان اول مباراه لاول منتخب مستضيف كاس العالم يخسر. كانت يعني غريبة، ويمكن هنشوف أسوأ نتائج لأول مرة تحصل في كاس العالم عن طريق قطر. أنا على ما أعتقد إن قطر مش هتقدر تاخد نقطة بالمستوى اللي أنا شفته ده، مش هتقدر تاخد نقطة. فكرك لما السنغال يختفي منها ماني، لا ده السنغال مليانة لعيبة كتير، وبدل الواحد 2 و3 وليفلات كبيرة في الدوريات الأوروبية، مش يعني مش لعيبة بتلعب في الدوري السنغالي. فرقة كبيرة تمتلك دفاع قوي، تمتلك حارس قوي، تمتلك هجوم قوي، تمتلك نص ملعب قوي كمان. ففكرة ان انت لو حاطط في بالك ان السنغال منتخب، لا انا شايف ان المجموعة دي كده ممكن المركز الثاني ما بين السنغال والاكوادور يكون موضوع مش سهل خالص. وانا كان في توقعات الكاس العالم في فيديو التوقعات ان انا قلت ان كاس العالم ده يكون يعني هولندا سنغال، بس بالمنظر ده متهيالي تبقى هولندا اكوادور. فاتمنى ان قطر تراجع نفسها، اتمنى ان قطر قدام يعني السنغال تقدر تعمل ماتش مشرف، على يعني تشوفنا يعني اشوف اداء كويس في الملعب، عشان اقول ان يعني يلا مش مشكلة، عشان أول مرة، عشان الضغط النفسي، عشان الضغط الجماهيري، عشان هنولد أسباب كتيرة، وهتلاقي أكتر من سبب تقدر تعذر فيه المنتخب القطري. لكن حضرتك مش بتأدي كويس، مش بتلعب كويس، كمان انت ما شفتش امكانيات اللعيبه. يعني انت ما لقيتش واحد راح عامل 1 و2 و3 كده وراح حاططها في البعيده مثلا، ما لقيتش واحد فيرستاير راح حاططها واحده كده جت في العارضه فقلنا كانت ممكن تخش. ما شفتش فرقه بتدافع كويس وخطوطها متماسكه عشان كده الاكوادور حطت جون بالعافيه. لا انت شفت فرقه غير منظمه فنيا، وتحس ان مفيش حاجه الفرقه دي اتمرنت عليها، مفيش تقريبا، مفيش. ولا بيلعبوا على اطراف، ولا بيلعبوا كرات طويله، ولا بيلعبوا تيكا تاكا البساط القصيره، ولا بيلعبوا. طب بتلعبوا ايه؟ حضرتك بتلعب ايه في الملعب؟ يعني معدل التسديدات تقريبا 4 تسديدات منهم 2 على الجون تقريبا. اتمنى قطر تعمل حاجه الموسم اللي احنا فيه دوت، يعني اشوف ماتش ولا ماتشين ليهم كويس، يعني اذا كان ماتش السنغال او ماتش هولندا تأدي كويس، ويكون يعني حاجة مشرفة للوجه القطري والتنظيم الرائع اللي عملوه. متنساش بقى تعمل لايك للفيديو، اعمل سبسكرايب كمان. كان معاكم احمد نصر، الى اللقاء.